هذا الفيديو اللي وعدناكم فيه. طبعا هذا غيرناه أول شيء، أول حاجة صرنا عند المهندس ورجع السيكل اللي هو الدباب قد خربان، يعني زي ما تشوفوا الساكلين. وسببهن أول حاجة أنا يعني كان بالبداية أفتك هذا اللي هو الجر، هذا السلك اللي هو الباكن الداخلي، هذا هو تمام. طبعا قلنا يلا صرنا عند أنا مع المهندس الأول، يعني عادوا كان يقول لي إيش البيرنجات وما أدراك، البيرنجات حق يد الكريم وما أدراك. طبعا أنا استقنعت في كلامه. طبعا لما سمعت الصوت زاد يعني زي الصفار، مشيت بعدين لما عند المهندس الثاني وسألته قلت ايش هذا الصفار؟ قال لي هذا الحداف، هذا الدفع اللي يدفع عند البستل الرقاصات. طبعا صرت عند المهندس هذاك اللي هو الثاني، فكينا على طول ولقينا هذا قد هو المرة الثانية وهذاك المرة الأولى تمام بنفس الثلاثة الأيام. يعني الآن انتهين زي ما انتم تشوفوا. طبعا مش السلك وبس، فيه ناس دربوا حبوب يعني عند المهندس، او انه المهندس لانه شفت المهندس يعني متكبر مدري شايف نفسه وظنط وحق فلوس. وانا لما سألته قلت له ايش هذا الصوت؟ قال لي هذا الصوت البيرنجات حق يد الكريم، لازم نفك الماكينية ولازم على طول يعني نفك الماكينية. جيت سألت المهندس الثاني عينا يد الكريم، جينا ما فيش فيها، نلقى حبوب بيرنجات، حبوب خرز اللي هنا الخرز مدروبات وسط الماكينة، من فين دخلين الله أعلم. أنا سألت المهندس هذاك الأول يعني طلع غشيم أو هو صلحن أو شيء من عندها اللي هم الشباب اللي جالسين. هذا المحل طبعا في حضرموت في المكلا، في عند مستشفى بن سينا مقابل المعهد الصحي. طبعا لما انا سألت هذا صاحب المهندس هذا وقلت له طيب ايش الصوت هذا؟ وزاد شل القطاع ولا يفهم حاجة ولا هو داري بهندسة ولا هو داري بأي حاجة. طبعا سئلنا عند المهندس اللي هو قلنا عليها الأول الثاني، فكينا الأولى وغيرنا هذا. طبعا اللي هو هذا حق السلف، حبوب السلف اللي يجي داخله حبوب السلف هذا. وصرنا غيرنا بعدين الثاني نفس القضية، وهذا الثالث كل يوم واحد. بالأخير فكينا الماكينة، شوفوا كيف انتهى. فكينا الماكينة لقينا فيها حبوب 3 حب خرز، اللي هنا الخرز اللي هنا حق البيرنجات تمام. فأي واحد أنا عاد أعرض لكم صور طبعا كيف وين مكان هؤلاء، وين يركبين، وين من فين جاء هذا السلك. هذا السلك افتك من الباكن اللي يركب عليهن هؤلاء الباكن. أنا بس فرختها ولا هو يجي يعني مدور، أرويكم أنا بالصور. فأي واحد يبغى يفك سيكل أو أي حاجة فعليه لا محل الكنديد المضطرين في قوة المخلع، لأنه في ناس ما يخاف الله والله العظيم. إننا بعدين سألته قلت له ايش هذا الصوت؟ بساعته الأول قهرنا وخلاني خسرت قيمة هذا. طبعا احنا هنا في حضرموت المخلع في اليمن، قيمته 9500 ريال يمني من هذه القعيطي، هذا مع هذا هؤلاء ب9500 من دون حق مهندس. وغيرنا 3 علب زيت، كل علبة كل تعبئة ب3 أيام، كل علبة زيت تخرج لنا مليان من هذا الكسر طحين. خلاص انتهى الزيت. طبعا أنا الآن بعرض لكم صور من السيكل وصور من الربلة اللي تركب، اللي لازم أنصح أي مهندس قبل ما يركب هذا الباكن
لازم يبعد هذا، لأنه هذا يفك وينزل على طول، يحط في هذا الدافع اللي هنا حول وأعرض لكم الصور إن شاء الله وبتشوفوهن. هذا هو البيرنج اللي قلت لكم عليه في أول الفيديو، وهنا في حيث مر السهم رايح في الماكينة، والمكان الذي يركب فيه الحداف مع حبوب السلف اللي ما قدر اللي كان يقول عليها المهندس في البداية. وهذا المهم، أي واحد يشتي يهندس يكون أول يتأكد من المهندس ويسمع عن سمعته من بعيد، لأنه والله العظيم إنهم كلهم نصابين. نرجو منكم دعم القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. معكم أبو راشد، قناة منوع يمني.